المفروض ان انا بعمل قهوه، فانا يعني الصراحه حبيت ان انا يعني كل فتره كده بتيجي تعمل قهوه بقى، انا بزهق اللي هو من الكرسي وكده، فبقعد بقى اللي هو تقعد على الارض، تقعد بقى مربح براحتك كده، تلاقي الدنيا زي الفل. من الحاجات بقى اللطيفه يعني اللي بحس ان هي الفتره دي يعني بص لازقه فينا جدا، هي فكره ان انت يعني لازم تورط نفسك في الحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني طبيعي الحاجه اللي انت عايز تعملها ديت في البدايه تبقى صعبه، هتقعد معاك مده عقبال لما انت تبدا اصلا تفهم الحاجه دي هتاخد منك وقت. بس الافضل بقى ان انت يعني تبدا من دلوقتي، يعني افضل وقت كان المفروض تبدا فيه بس عدى خلاص، فالافضل بعد الوقت ده هو دلوقتي. يعني انت لازم تبدا دلوقتي، انما بقى فكره ان انت يعني قاعد تاجل الحاجه ومش عايز تعمل حاجه وعمال خلاص بقى انا كده كده اصلا ومش عارف ايه. لا يعني بص، هو انت لازم تبدا. يعني افضل حياه دلوقتي ان انت تبدا، يعني انت فكك من الحاجات اللي فاتت وان انت خلاص ضيعت وان انت خلاص يعني حاجات كتير وقعت منك. لا انت كمل في اللي انت بتعمله واشتغل على نفسك واستعين بربنا وخلاص يعني. وحاول بقى يعني انا يعني بجد يا جدعان يعني، وحاول تخلي ان انت مثلا يعني اي حاجه تخليك تتحفز ان انت تشتغل. يعني انا مثلا بالنسبه لي انا بعمل كوبايه القهوه بحس ان هي بتديني طاقه كده، فبشغل قران هادي جنبي كده وتقعد بقى تشتغل، بتلاقي ربنا كرمك. يعني انتوا اكيد سامعين صوت التسجيل. يعني انا اصلا السبرتو بتاع السبرتايه كان خلص، فانا بقى لي كام يوم اصلا ما جبتوش يعني، فكنت مكسل بقى، بس قلت لازم انزل اجيبه. نزلت جبته الحمد لله. ان انت بس شعور ان انت تعمل بس القهوه كده بالسبرتايه، يعني الشعور اللي جربه، لا الشعور بجد جامد يعني. انصحك ان انت تجربه يعني بجد. الشعور ان انت بس حوار ان انت تعمله كده شعور بسم الله ما شاء الله يعني. شعور بس هو الفكره، بس انا مش عارف اوصلها لك، بس هو الشعور جامد. يعني اللي هو فكره ان انت بتعمل القهوه وكده من وانت قاعد، وانت القهوه جنبك بقى، بدل ما تطلع في حته ولا مش عارف ايه، ولا تروح تعمله على البوتاجاز. يعني انا كشخص بالنسبه لي القهوه بالذات احب ان انا اعملها على السبرتايه. يعني انا في اوقات كنت بننزل اصلا نتمشى، فباخد بقى السبرتايه معايا، مش محتاج بقى حاجه، باخد السبرتايه يا باشا معاك كوبايات، وننزل تعمل بقى اللي انت عايزه، قهوه شاي مش عارف ايه، بحاجه جامده يعني. فبس خلينا نروح نبدا يعني. بصوا يا جدعان كوبايه القهوه، بصوا يعني، يعني اظن ان انتوا كده شايفين كوبايه القهوه، يا ريت يكون عليها الفوكس بس ما تكونش باظت. بصوا يا جدعان البتاع دي، بص يعني الحاجه اللي انا بحط عليها دي بتاع رايقه كده، انا جايبها بحط عليها فكره ان انا احط عليها الحاجه عشان ما تبصمش في المكتب. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. المفروض لسه عامل كوبايه شاي بالنعناع، والصراحه يعني بتغدى وتعمل كوبايه شاي بالنعناع ده لما بتتغدى وتعمل كوبايه الشاي بالنعناع ده، بحس ان هي يعني بتفوقك شويتين، لان بيبقى حرفيا يعني مفعول القهوه راح بقى. يعني المفروض بقى مش عارف انا اعمل ايه، ممكن انزل اتمشى شويه، وممكن اقرا لي شويه. انا بقرا في كتاب القهوه باليورانيوم بتاع احمد خالد توفيق، يعني الكتاب ده جامد يعني. في حته كده فيه بتاع رمضان كان دي جامده جدا. فحته مضحكه جدا جدا يعني، ورايقه قوي يعني. حاجات كتير اللي المفروض ان احنا يعني نشيلها من دماغنا، هي فكره all or not. يعني ان اللي هو انا لا اما كل حاجه هبقى عاملها كويس، لا اما انا مش هعمل حاجه خالص. ودي فكره يعني فكره معاقه اصلا يعني. يعني حرفيا بتشيل منك تحفيزك، وتشيل منك شغفك، وتشيل منك اي حاجه انت بتحاول تنجزها بفكره صغيره قد كده. ان انت بس لا اما انت عايز كل حاجه، لا اما انت خلاص مش تعمل حاجه خالص. وده اصلا يعني شيء غلط. يعني انت حتى لو جيت تشوف الجبال، فهي بادئه من الحصى. يعني انت بادئه بحاجه صغيره، فانت فكره ان انت عايز تبدا بقى
لا اما كل حاجه، لا اما مفيش، لا اما خلاص انا مش هعمل حاجه خالص. دي فكره غلط جدا، والمفروض تغيرها. يعني دي عاده اصلا، يعني بتبقى عاده بالنسبه لك ان اتراكمت من مده، ان انت بكل الحاجات اللي انت بتعملها، فهي الفكره ديت لازقه معاك ان انت لازم خلاص، لا اما انا هعمل كل حاجه لا اما مش هعمل اي حاجه. وده غلط. يعني انا مثلا كنت باجي بشتغل في اللي عارفني، فانا شغال في البروجرامينج يعني. فالمفروض ان انا يعني ساعات بيبقى بيني باجز مثلا، فكره بقى ان انت لازم لا اما تحل الباجز دي كلها، لا اما انت ما تحلش حاجه خالص. لا، انت ممكن تحل مثلا جزء، تلاقي بعدها الجزء اللي بعده ده مرتبط باللي قبله، ويسهل لك الحاجه دي اصلا في يوم تاني. ففكره ان انت مش لازم كل حاجه في يوم، في حاجه في وقت واحد. مش لازم ان انا احقق الحاجه دي، لا اما خلاص انا مش هحقق حاجه خالص. وفكره برضو ان انت، في ناس مفكره ان في النجاح ليه معايير محدده. يعني انا مثلا لا اما الوظيفه دي هنجح فيها، لا اما خلاص انا كده فاشل، لا اما انا الحاجه دي لو انا ما حققتهاش فانا خلاص كده اصلا مش مذاكر، مش هعمل اي حاجه. انا هي لا اما الكليه ديت، لا اما مش عايز حاجه تاني، لا اما الوظيفه دي، لا اما مش عايز حاجه تاني. وده شيء غلط جدا. يعني المفروض ان احنا نشيله اصلا، يعني نزعم الحاجات بتاعتنا. انت اللي بتسعى وتشتغل بس. يعني الفكره ديت المفروض تسعى وتشتغل، مالكش دعوه بقى بالنتيجه، مالكش دعوه انت بتحقق ده امتى، مالكش دعوه الحاجه دي هتجيلك امتى، مالكش دعوه بالطريق اللي انت ماشي فيه، مالكش دعوه. بص، بكل حاجه انت بتسعى وتعمل اللي عليك بس. يعني هي دي الفكره. يعني انت تسعى وتحاول ان انت ترضي ربنا بس، يعني بس. فاهم الفكره؟ يعني هي دي الفكره مهمه جدا. فبجد يعني بص، ما تحاولش ان انت تحط نفسك في الدايره دي خالص. شيل نفسك من الحته دي. انا مثلا يعني مثلا لما تيجي في يوم انت مثلا كنت عايز تصحى الفجر مثلا، وصحيت زي حالتي النهارده كده ونمت تاني، فاللي هو ايه، هتعمل ايه يعني؟ انت خلاص انت صحيت وخلاص نمت تاني. انا كنت جيت الساعه 6 او الساعه 6 كده وربع، فكنت انا مش قادر اصلا. يعني انا صحيت الفجر، فكنت قرأت لي شوية ورحت جاي نايم. قلت ايه، هنام لي ساعتين مش عارف ايه، صحيت الظهر. فاللي هو ايه، صباح الفل. يعني بجد احنا ما بنصدق اصلا ان احنا اللي هو تخرج اصلا من المذاكره والحاجات دي. فجيت قلت ايه، يعني انا خلاص كبر دماغك، اعمل كوبايه قهوه واشتغل بس. اللي هو انا ممكن مثلا كنت قلت ايه، خلاص يعني انا خلاص انا كده كده ضعت خلاص، انا كده كده اصلا اليوم ضاع خلاص، مش هكمل حاجه ومش هشتغل حاجه اصلا. فاللي هو ايه، بتضيع اليوم كله، وده غلط جدا. يعني انت خلاص طالما انت الحته ديت ضاعت منك خلاص، ما تضيعش الباقي. يعني اشتغل واعمل اللي عليك وما تضيعش الباقي بس. يعني بص، هي فكره في منتهى السرعه، بس ايه، حاسس ان هي مهمه جدا. هو المفروض ان انا عايز انزل اتمشى، بس انا مش عارف الصراحه. يعني انا لان زي ما قلت لكم ان الدنيا بتبقى التبن وكده، فمش عارف يعني ممكن انزل وممكن ما انزلش. فالعصر بيأذن. خلينا نروح نصلي يا جدعان. هو الله رب يعني بص، الفترة بتاع الوجود. الامتحانات بنبقى احنا مضغوطين جدا جدا. انت بتذاكر كتير بقى، عايز تحفظ كتير وعايز تفهم كتير. فبجد يعني اللي انت تاخد اللي هو مثلا تتمشى شوية كده، او تنزل تفك، اللي هو تنزل مثلا تقرأ كتاب، تنزل تتمشى حتى هوا كده، بتلاقي الدنيا يعني بص بتفصل شوية عن زحمة بقى التكنولوجيا والحاجات دي. وان انت يعني بجد هتتعب جدا بالحاجات دي وتلاقي ان الزحمة دي بقى بتفك واحدة واحدة. يعني انا مشكلتي في حاجة واحدة، ان يعني الدنيا تبني دلوقتي فبتبقى مش افضل حاجة. فبتلاقي ان في تبني كتير في الهوا، لان الناس كلها يعني بتدرس بيدرسهم، فبتلاقي مش افضل حاجة يعني دلوقتي كوقت ان انت تنزل. بس انا نزلت لان بقالي كتير اصلا ما نزلتش يعني. فبحاول ايه ان انا يعني بص تريح نفسك شويه من القرف بتاع البروجرامينج وبتاع بقى اللي انت تبقى اصلا جنب التكنولوجيا وكده. فبتروح جاي ايه نازل متمشي شويه، بتفرق معاك جدا في نفسيتك، في ان انت برضو بتاخد نفسك راحه كده، عشان ايه اللي هو ايه تحاول تشتغل تاني وتحاول تسترجع طاقتك وتحاول ان انت ايه تفك شويه يعني. ده من افضل الحلول بجد، ان انت هتخليك يعني كل ما تيأس مثلا شويه تروح جاي اللي هو ايه، ثواني خلينا نمشي من هنا، ثواني. يعني ده بيخليك بقى ايه معنى الكلمة، ان انت بتبقى كل مثلا ما تيأس وكده بيديك باور شوية ان انت تكمل. وبجد يعني ده هيفرق معاك جدا جدا في ان انت مثلا تشتغل او تنجز حاجة مثلا انت بتعملها. يعني كل ما تلاقي نفسك مثلا الدنيا صعبة معاك وكده، انزل، لا انزل يعني خد لك تمشية شوية، هيفرق معاك جدا جدا يعني. بجد والله هيفرق معاك جدا وهيغير لك نفسيتك حبتين ثلاثة. انا حاسس ان هو هيبقى جامد جدا يعني بالنسبه لك. فبجد يعني خد لك جوله كده وشوف.
يعني الاشجار كده 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 هتعور. فبجد يعني شوف هيأثر عليك جدا جدا. رب الوقود ولا معبود إلا هو. الساعة دلوقتي تقريبا 11 ونص، فانا يعني يعتبر الحمد لله يعني يعتبر خلصت يومي. قولوا لي برضو ايه رأيكم يعني حاسس ان السيت اب شكله كويس كده. طبعا انا يعني السوفت بوكس اللي انا بستخدمه هو انا اصلا يعني انا اللي عامله اصلا، فاللي هو ايه، فقولوا لي برضو يعني الاضاءة دي برضو يعني انت شايفها دي هي برضو السوفت بوكس. المهم يعني يا جدعان، يعني المهم في يعني فكرة كده جاية في دماغي جدا، وهي فكرة ان احنا يعني ازاي مثلا نغير العادة بتاعتنا، او ازاي مثلا هتمر تغيير العادة بالنسبة لك او كده. بص، هو في تشبيه جاي في دماغي كده اللي هو ايه، مش عارف يعني، بص يعني هو تشبيه مش عارف يعني شبه الحاجة دي ولا لا، بس حاسس ان هو تشبيه كويس جدا. عارفين يا جدعان يعني، عارف فكرة ان انت مثلا لما بتيجي مثلا اللمبة الالوز اللي انت بتيجي اللي هو تقعد تلف فيها كده عشان مثلا تدخلها، انت مش بتروح جاي مدخلها مرة واحدة كده ان انت حاططها في الحاجة، فاهم الفكرة؟ انت لازم بتعافر فيها وتلففها بحاجات عشان تعرف هي تخش في المجرى بتاعها. انت بقى نفسك يعني حرفيا نفسك نفس الحوار، ان انت لازم بتمشي على حاجات، لازم يعني بتدرب نفسك، بتحاول يعني تاخد خطوات بحيث ان انت يعني العاده دي تتكون عندك، او العاده اللي هي الوحشه دي انت تشيلها من عندك. واحد يقول لي انا مش فاهم حاجه. بص يا صديقي، يعني هي فكره باختصار يعني ان انت مثلا لو انت عايز تغير عاده فيك مثلا، فانت مثلا قلنا مثلا ان انت مثلا بتشرب سجاير، فانت اول حاجه هتبعد اصلا عن عينك، يعني انت تبعد عن عينك السجاير خالص. فاهم الفكره؟ انت واحد مثلا عايز تبعد عن نفسك الكسل، اولا هتعمل ايه؟ هتبقى صاحي غصب عنك. يعني بص، اولا هتصحى غصب عنك الصبح مثلا، هتشتغل يعني هتجبر نفسك غصب عنك. ما تقوليش ازاي غصب عنك، بس انت عارف فكره ان انت خليك راجل مع نفسك. بس هي دي الفكره، ان انت بتحط نفسك في الحاجه دي وتورط نفسك غصب عنك. يعني انت خلاص، انا الحاجه دي انا ورطت نفسي فيها. ما اقعدش بقى اقارن نفسي بحد، ما اقعدش اقارن نفسي بناس حققت الحاجه اللي انا كنت عايزها. يعني المشكله معانا ان احنا في حاجه، يعني مثلا انت شفت حد احسن منك في حاجه، في الحاجه اللي انت كنت عايزها دي، فانت بتزعل وتقعد تيأس وتقول مثلا ليه، يعني ليه مثلا ما حققتش الحاجه هو حققها. بص يا صديقي، هو اشتغل على نفسه وربنا كرمه، فانت المفروض تشتغل على نفسك وما تقارنش نفسك. يعني في جمله كده، انا يعني الجمله دي جميله بالنسبه لي جدا، بيقول لك ان انت ما تقارنش بداياتك مع نهايات الاخرين. يعني انت لما بتروح تقارن نفسك عمر، يعني مشكلتنا حتى لما بنيجي نقارن نفسنا، مش بنقارن نفسنا باللي زينا، لا احنا بنقارن نفسنا بافضل مننا بكتير. اللي هو انت بتيجي مثلا عن، انت مثلا واحد شغال مثلا لسه بقالك سنه ولا حاجه اللي شغال، بتروح تقارن نفسك مش واحد زيك مثلا، واحد شغال مثلا بقاله سنه او سنتين زيك، لا انت بتروح تمسك واحد مثلا بقاله مثلا 15 سنه مثلا رينج شغال فيه، وتروح تقارن نفسك بيه. طبيعي مليون في المية ان هو هيبقى احسن منك، يعني بلا منازع، يعني هيبقى احسن منك بكتير، لان هو يعني خد خبره وبقاله 15 سنه من عمره ضيعهم في ان هو يتعلم بس الحاجه دي. فانت طبيعي انت مش تبقى احسن منه في الحاجه دي وانت لسه اصلا بقالك سنه واحده. هي دي مشكلتنا، لما احنا بنيجي نقارن نفسنا بحد، بنقارن نفسنا بناس ما ينفعش اصلا ان احنا نقارن نفسنا بيهم. يعني اللي هو زي ما انا قلت لك ان انت ما ينفعش تقارن بداياتك بنهايات الاخرين. يعني انت ما بتيجي تقارن نفسك ببدايتك، قارنها ببدايه حد زيك، انما انت بتيجي بتقارنها بنهايه حد اصلا يعتبر خلاص هو بقاله كتير اصلا في الحاجه دي، فطبيعي يبقى احسن منك بكتير. وطبيعي ان انت يعني مش هتبقى عندك مثلا مميزات زيه، او عندك انجازات زيه، او عندك كده. فانت بص، ما تقعدش تقارن نفسك بحد. والفكره اللي انا بقول لك عليها بتاعه تكوين العاده دي، هي نفس الحاجه اللي انا بقول لك عليها، ان انت طبيعي لما تيجي انت هتعاني في ان انت مثلا تقوم تصحى الفجر او تقوم تشتغل وانت الصبح مثلا، فطبيعي ان انت هتقوم غصب عنك وانت شغال وبتحاول ان انت يعني بص بتحاول. اصل انت بص، انت مش شخص مثالي، انا مش شخص مثالي. انت بتحاول بس ان انت بس ما تتنكاش قاعد في النقطه اللي هي في نقطه الفشل ونقطه الكسل ونقطه ان انت ما بتحققش اي حاجه وعايش كده في الحياه سبهلله، لا دنيا ولا دين. فهي دي الفكره بس. فانت يعني بص، يعني عايزك تاخد الفكره دي بجد، ان انت عشان بس تعمل عاده كده كويسه لازم هتتعب جدا وهتعاني، وان انت بص يعني هتستعين بناس كتير. يعني مشكلتنا في حاجه ان انت لما تيجي مثلا حد يقول لك حاجه انت ما بتتقبلش اصلا نصيحه من حد. يعني انت مثلا لما تيجي بتقول ده هو يعني بيغل من، يا ابني طب ما انت فكره ان انت، طب ما انت تاخد منه المعلومه وانت الكسبان. يعني احنا ليه مش عارف يعني محدوده فهمنا ان انت محطوطه بالنسبه لك ان انت هو جاي عشان يتريق عليك. يا ابني ما ممكن يبقى جاي
بيفيدك فعلا وبيقول لك معلومه جديده ومعلومه زياده، ودي ممكن تفيدك اصلا جدا 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 وتشتغل. يعني انا كنت شفت فيديو الباشمهندس احمد ابو زيد بيقول لك ان انت طبيعي انت مش مثالي، وطبيعي ان انا مثلا لما اجي يعني انا لما اجي اعرض لك حاجه طبيعي مش هعرض لك الحاجه الوحشه مثلا اللي عندي، لان انت الحاجه الوحشه دي هتاثر عليك بالسلب. وانا مش عايزك، يعني انا بالنسبه لي بحاول ان انا بص اشيلك من يعني النقطه اللي هي النقطه السيئه دي واخليك مثلا في نقطه كويسه. فانت فاهم الفكره؟ فطبيعي مش هاجي اجيب لك حاجه مثلا عاده سيئه او كده واعرضها لك، او مثلا تضييع في حاجه مثلا وانا هاجي اعرضها لك. فانت فاهم الفكره؟ لان بص انت يعني انت الحاجه المفروض ان انا اعرض لك حاجه مفيده او حاجه مثلا تفيدك او حاجه تستفيد بيها. يعني بص في شويه حاجات، بعض الحاجات كده احاول اعملها. انا عارف يعني ان انا طولت، بس ايه في يعني بص فكره انا الصراحه عايز اشاركها معاكم. طبعا يا جدعان يعني بص اللي هو ايه، عارف فكره ان انت تشتغل بالمتاح او الحاجه اللي انت بمقدرتك ان انت تعملها اعملها. يعني بص يا جدعان عارفين يعني المكتب ده انا حرفيا انا اللي عامله. بس يعني انا اصلا يعني انا اللي عامله من غير مثلا ما اشتري حاجه او كده. انا كان عندي شويه خشب، فانا حاولت ان انا استغلهم او ان انا اطلع منهم برودكت كويس. فانا قلت ايه بالنسبه لي، يعني انت عارفين طبعا انتوا المهندسين يا جدعان لازم بقى يقعدوا ايه يهبلوا كده مع نفسهم. فالمهم يا جدعان يعني قلت ان انا يعني عادي ان انا مثلا اقعد اجرب. انا بالنسبه لي مش فارقه معايا فكره ان انا يعني انا بالنسبه لي مش فارقه معايا فكره الماديات قد كده، بس فارقه معايا عارف فكره ان انت تيجي مثلا هويه عندك او انت مثلا حابب تعمل الحاجه دي او التجربه دي مثلا انت حابب تعملها. فانا قلت ايه يعني عادي اجرب مش فارقه معايا. ما جيتش على شويه الخشب دول. فانا ايه اشتريت يعني ايه حته ابلكيشن كده اللي هي فوق دي، لان عشان مثلا يبقى الحاجه بالنسبه لك ناعمه وتعرف تدهنها. واشتريت دهان واشتريت برضو، بس يعني يعتبر اشتريت كان عندي الخشب ورحت بس قطعته وجبت المقاسات ورحت جاي اعمل المكتب. بس يعني هذا المكتب يعني ده هذا المكتب يعني انا اللي عامله طبيعي. والله يا جدعان يعني بص يعني مقضي الغرض جدا 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 وشكله كويس. انا اصلا كنت بحب يعني اللون اللي هو الابيض، فانا حاسس ان هو كويس قوي. فبالنسبه لي مقضي الغرض. عارف فكره ان انت يعني انت عملت برودكت من حاجه ممكن تكون مرميه عندك. يعني انت برضو ممكن تعمل حاجه بنفسك اللي انت رميها ومش عارف يعني مش عايز تستغلها خالص ومش عايز تحقق منها باي حاجه. فنصيحه يعني استغل على قد ما تقدر نفسك، وما تحاولش ان انت تضيع نفسك حاجه ملهاش لازمه. وده حاجه اخيره يعني كنت شفت فيديو على الفيس بيقول لك ان انت يعني انت بيقول لك ان جهنم حرفيا لما تيجي مثلا حاجه تنزل فيها بيقول لك ان هي تقريبا يعني مش فاكر تقعد مده قد ايه من السنين عشان بس انت الحاجه دي تنزل لقاعها. فانا مش متخيل الفكره اصلا. يعني ربنا بجد يرحمنا ويعني بيسامحنا بجد على يعني اصل احنا كلنا بنغلط. انا بقول لك ان انت حاول تصلح من نفسك على قد ما تقدر، ما تيأسش خالص مهما وقعت ومهما حصل لك اي حاجه تقدر ترجع تاني وتقدر تستعين بربنا وربنا يوفقك. بس هي دي الفكره. فبس يعني يا ريت ما اكونش يعني ايه زعلتك او ضيعت من وقتك. فبس لا